واهم عامل على الاطلاق وهو يعتبر السبب الكبير في التواء الكاحل، تخيلوا بقى هو ايه؟ هو اصابة سابقة. لو لويت الكاحل بتاعك او الانكل بتاعك قبل كده، احتمالية تكرار الاصابة بتكون اعلى بكتير. ننقل بقى على حاجة مهمة جدا، وهي درجات إصابة الكاحل أو أنواع إصابة الكاحل. الدرجة الأولى من التواء الكاحل بتكون عبارة عن شد بسيط، تورم خفيف، والمشي ممكن. التعافي بياخد من أسبوعين لأربع أسابيع تقريبا. التمزق من الدرجة التانية في الكاحل بيكون تمزق جزئي، تورم وألم أوضح، صعوبة في تحميل وزن جسمك أثناء المشي. والتعافي بياخد من حوالي 6 ل 8 أسابيع تقريبا. التمزق من الدرجة الثالثة في أربطة الكاحل يعني قطع كامل، عدم ثبات واضح، وممكن يحتاج بوت أو جبس أو جبيرة يعني. والتعافي بياخد من 8 أسابيع ل 12 أسبوع تقريبا، وقد يستغرق التعافي الوظيفي الكامل من 3 ل 6 شهور حسب برنامج العلاج الطبيعي، زي ما هنشرح قدام شوية في الفيديو. لكن اسمعني كويس، الراحة والتلج مهمين في أول 48 ساعة، لكن لو وقفت هنا المشكلة هترجع. طيب ليه؟ لأن الرباط بعد ما يلتئم ممكن يلتئم وهو ممدود شوية في حاجة اسمها overstretched position. ده اسمه عدم استقرار ميكانيكي. لكن كمان في نوع أخطر، إنه يحصل عدم استقرار عصبي، زي ما اتكلمنا قبل كده على المستقبلات الحسية اللي موجودة في المفصل نفسه.